اوعى تصدق غير اللي هقوله لك دلوقتي. بالنسبه بقى للبوست الدوار اللي مولع السوشيال ميديا عن ان الرئيس السيسي منع حصانه دبلوماسيه لضباط الجيش، احب اطمنكم واقول لكم ريحوا طيبه قلبكم وهدوا اللية شويه واسمعوني. القانون اللي انتوا بتقولوا عليه ده من 2018، يعني مش نازل امبارح يا خلفه النعجه، ولا جايبينه من درج الثلاجه، ولا معمول عشان حد مخصوص دلوقتي. وانتوا عارفين الرئيس في الحاجات دي ما بيرحمش ومفيش حد فوق القانون. فالقانون ده واضح وصريح، واضح انه كان لكبار وقادة القوات المسلحة، يعني مش لأي ضابط لابس ميري ومش أي حد معدي كده في كمين. والكلام عن حصانة دبلوماسية ده معناه إيه؟ معناه إنهم بيتعاملوا معاملة دبلوماسية في إطار مهامهم جوه البلد وبره البلد، وده معمول في دول كتير جدا، لكن هي مصر اللي اخسى عليك يا مصر. احنا بنتكلم عن قيادات مسؤولة عن أمن قومي، مش موظف في شؤون العاملين. طب نخش بقى على الحتة اللي محدش بيحب يقولها. أي ضابط جيش لو حصل له أي مخالفة قانونية، الجهة الوحيدة اللي بتحقق معاه هي الشرطة العسكرية، وده نظام قديم جدا ومش اختراع ولا هي بدعة. يعني إيه الكلام ده يا بلبل مصر؟ ده معناه واضح إن مفيش أي حد ولا حتى ضابط جيش بره المحاسبة، زي ما البوستات اللي عمالة تنزل وتهبد، بس هو بيتحاسب في المكان الصح وبالطريقة الصح، زي ما أي مؤسسة في العالم بتعمل كده، كله بالقانون. ولا هي مصر دايما بس هي اللي عامله لنا مشاكل، هي اللي قاعدين لها على السقطه واللقطه؟ اخصى عليك يا مصر، ليه كده يا بنتي؟ السؤال بقى ليه القانون ده طلع دلوقتي من درج التلاجة، وليه اتحور واتقصقص واتعمل له مونتاج واتنتف له ريشه، وليه بقى فجأة بقى رواية وقصة وفضيحة؟ الإجابة بسيطة يا سميحة، في ناس في حياتنا شغلتهم التدوير، زي بعد احترامي لبتوع البلاستيك. عارفين انتوا اللي بيدوروا على البلاستيك وعلى كنزات الحاجة الساقعة؟ أي حاجة قديمة تتلمع ويتعمل لها إعادة تدوير، ومخاخكم تخش الغسالة يتعمل لها غسيل مخ مع التدوير. افهم يا سمير، وهو أي كلمة تتقص عنوان يولع الدنيا، والناس تجري اللي تتشك في صباحها تعمل شير، واما بيصدقوا كأنه جرس الفسحة وهي من غير ما تقرا ولا تدور. فوحياة امك بالله عليك يا وانت وحياة امك يا حاجه الله يرضى عليك والنبي، وانت يا ست اللي قاعده بتتفرجي انت والنبي، وانت يا اختي اللي ماسكه كوبايه الشاي وقاعده بتسمعيني، مش اي بص ينزل نصدقه، اصله مش تابلت ورامينه في ايد عيالنا الصغيرين يتفرجوا على كرتون واي حاجه، ولا اي كلمتين تسيبهم كده يلعبوا في دماغك. دور ورا المعلومه، شوف تاريخها، شوفها هي منين ومين مقصود بيها، لان في زمن السوشيال ميديا ده بصراحه الاشاعات بقت اسرع من الحقيقه، لكن الحقيقه دايما اقوى. احكم بعقلك مش بليتك، مش باي بوست يجي قدامك فتهبد، وما تسيبش كده اي حد من هب ودب يسوقك بكلمتين، وما تجريش بقى على السوشيال ميديا بقى للناس اللي بتقعد بقى تهول الدنيا، اللي يقولوا لك وثائق وخطير ومصادر، والحقيقه ان الكلام ده كله طالع من حسابات بره البلد، شغلانتها الوحيده البلبله والدوشه، وانت بتموت في الزيطه والدوشه، ويحطوا لك اسماء ناس اصلا متقاعده من الجيش ومن زمان قوي، بس بيحطوا الاسماء علشان الناس تقول ايه، يقولوا ده كلام كبير ويبقى مصدق. فالقياده العامه قالتها صريحه، كل اللي بيتقال ده غير صحيح، ومفيش اي امتيازات ولا مميزات بتتمنح لضباط القوات المسلحه ضد القانون والدستور، وقالوا لك كل الكلام اللي بيتروج ده عكس مبادئ مؤسسه محترمه عسكريه، مؤسسه وطنيه عمرها ما كانت غير في صف البلد والمواطن، وقالت لك ان الجيش شغلته الاساسيه يحمي الناس والبلد واستقرارها، ويوافق مع كل مؤسسات الدوله ان القانون يطبق على الكل ومن غير تفرقه ولا اي استثناءات. ففكره بقى ان في حد بياخد حاجه مخصوصه ليه او فوق القانون، دي الحكايه دي بقى تروح تحكيها مع امك ساعه العصاري عشان تاخد ال2 جنيه وربع اللي في البوك اللي في صدرها، وتقلب تروح تجيب لك ربع لب ولا تم حاجه ساعه. اي كلام انا بقوله، اشمعنى انتوا اللي بتهبدوا؟ علشان كده بقى القياده العامه بتقول للناس خلوا بالكم وما تمشوش ورا اي تصرفات غير مسؤوله ولا اي بوست معمول من اي حد، دوروا على المعلومه الصح من مصدرها، والمصدر الوحيد هو الصفحه الرسميه للمتحدث العسكري، غير كده خد البزه ونام وكله كلام. يعني في الاخر الجيش اهو بيخاطب الناس المحترمين الواعيين، ما عملش اللي في دماغه بقى وكبر دماغه يلا اخبطوا راسكم في الحيط بقى وزي ما الناس بتقول احنا بلطجيه بقى، لا، بيوعوكم وبيقولوا لكم افهموا صح، افهموا ان الجيش ده جيش الشعب طالع من وسطكم من تراب بلده، ملتزم بالدستور والقانون، وطول عمره واقف درع وسيف يحمي مصر وشعبها، بالرغم اللي مهما اتقال
اتقال ومهما اتشهر بيهم. ها عايزين ايه تاني بقى؟ ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها الشريف. هلا ادخلوا اقروا البيان اللي على صفحة المتحدث العسكري وشيروها له.